أؤكد على كلامك بأمر مهم جدا يا دكتور عبد الرحمن، وهو قضية ألا يكون الداعي للإنسان في قراءته للقرآن ختم الأجزاء وتعداد الحروف والانتهاء من السور وختم القرآن. أنا أرى أنه الأفضل والله أعلم أن يكون المقدار زمانيا، وليس يعني بالأوجه ولا بالأجزاء ولا بالأحزاب ولا بالسور ولا بغيرها. لماذا نقول زمانيا؟ زماني لأنه أنا الآن خصصت القرآن ساعة، خلاص ساعة سواء أنهيت فيها آية أو آيتين أو صفحة أو صفحتين أو سورة أو سورتين اللي يأتي. المهم هذا الزمان مخصص لكتاب الله عز وجل. أنا مقصودي أن أنتفع، أنا أستفيد، أنا أزداد إيمانا، أن أقرأ، أنا أتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى. قد تقول لي ما مستند ذلك؟ أقول مستنده القرآن، لأن الله عز وجل لما ذكر قيام الليل ذكره بالزمن ولم يذكره بالعدد، وهذا يدل على أن الزمن هو المعتبر. قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. إذن القضية في قيام وقت محدد. كم تقرأ في هذا الوقت؟ ما قال جزء ولا جزئين ولا سورة ولا سورتين، وإنما تقرأ ما شئت. قرأ النبي مرة آية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، آية واحدة يقوم بها ويكررها عليه الصلاة والسلام، مما يدلنا على أن المقصود الأعظم هو أن تبقى وتعيش مع القرآن. جميل. كونك تختم هذا يعني شيء نافلة، لكن الأهم من ذلك والأعظم والأجل هو أن تعيش مع القرآن وتحيا بالقرآن. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. شوف كلها زمانية، ترى ما جاءت في القرآن إلا زمانية. جميل. لا، ومصداق لكلام الدكتور محمد حفظه الله في آية سورة المزمل، أنا الحقيقة أتوقف معها دائما. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. أي نعم، المزمل. نعم، المزمل. ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هذه السورة ربما تكون هي السورة الرابعة في النزول أو الثالثة أو الخامسة. نعم، يعني من أوائل ما نزل. والله يقول إن فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. ويقول فقرأوا ما تيسر منه في القيام. الله أكبر. طيب، ما نزل إلا اقرأ باسم ربك الذي خلق نصفها حتى ما هي كاملة، والمدثر 5 آيات، والقلم نعم، والمزمل. هذه أنا بقرأها في ربما 10 دقائق أتصور كلها. وبالرغم من ذلك يقول الله سبحانه وتعالى تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. بأي شيء؟ يعني أقل شيء ثلثه وأكثر شيء ثلثي. نعم. وما عندك إلا 4 سور. وش معناها؟ معناتها أنك تكررها، وأنك لا أجد لها فهما إلا ذلك، أنك تكررها وتتدبرها وتتأملها. ولذلك قال في نفس السورة يا دكتور عبد الرحمن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يعني هذا هو المقصود. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طيب إيش معنى ثقيل؟ هل هو ثقيل في حروفه؟ لا والله، ولقد يسرنا القرآن. في معانيه. معناه أن الآية فيها شيء كثير من العلم والإيمان والهدى والخير والبركة. منهج حياة. لكن الآية